حبايب تيتا ميمي، النهاردة توفى الفنان الكبير طارق عبد العزيز. جات له أزمة قلبية مفاجأة وهو بيشتغل وبيصور مسلسل بقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير ورانيا يوسف. نقلوه بسرعة على المستشفى في القاهرة ودخل العناية المركزة وكان معاه ابنه. وبعدها بساعة من دخول المستشفى توفى إلى رحمة الله وهو عمره 55 سنة. واتصدم الجميع بوفاة الفنان وقالوا عنه إنه كان شخص موهوب وودود جدا مع كل اللي كانوا بيشتغلوا معاه في التصوير، وكان ليه علاقة قوية مع الجميع. الله يرحمه. هو في يونيو اللي فات كان بيعاني من مشاكل في التنفس، وعمل فحوصات طبية فلقى في مشاكل في رسم القلب، واتحبس في الرعاية في المستشفى وعمل عملية قسطرة في القلب. وبعدها نشر الفنان طارق صورة ليه هو في المستشفى وكتب وقال: اللهم لك الحمد دايما وأبدا. وتمت القسطرة التانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير والحمد لله، وشكرهم على الدعاء. وكان في بدايته الفنية مع صديقه محمد هنيدي في فيلم الصعيدي في الجامعة الأمريكية، وبعدها في فيلم ثقافي وفيلم دكان شحاتة وفيلم ساعة ونص وفيلم همام في امستردام. وشارك عمرو دياب في فيلم طول الليالي وفيلم القصة في كلمتين وفارس بلا جواد. و- وشارك في مسلسلات زي مسلسل أم كلثوم ومسلسل خارج عن السيطرة وأعمال كتيرة تانية. وآخر أعماله الفنية الله يرحمه مشاركته في مسلسل أعمل إيه في دور شوقي المحامي، وهو من محافظة سوهاج، واتولد سنة 68. وكان في البداية خالص في المسرح الجامعي، انضم إلى فرقة الورشة وكان من أهم الفرق الحرة، وقدم مسرحية داير ما يدور على المسرح الثقافي الفرنسي. وكان عضو في فرقة الحركة المسرحية مع زمايله بكلية الحقوق مع الفنان خالد الصاوي والفنان خالد صالح. وتخرج من الكلية الحقوق سنة 91، ووقف كل الحضور من الجمهور والضيوف بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح للشباب دقيقة حداد على روح الفنان الراحل طارق عبد العزيز. وكان في الجنازة الكثير من أصدقائه ومعاه من المخرجين وأصدقاء الفنانين. وكان قايل للمخرج مجدي الهواري وصيته وقال له: أبقى أقول للناس تترحم عليا لأنك حبايبك كتير، وكلنا حبايب بنطلب له الرحمة ويسكنوا فسيح جناته.